وحدنا واحد. إلهي إلهي لا الأمر أمري ولا التدبير تدبيري، لا الأمر أمري ولا التدبير تدبيري ولا الشؤون التي تجري بتقديري. إلهي إلهي يا الله، إذا ضاقت عليك الأرض بما رحبت فقل يا الله. العراق في عصرنا هذا أهناك ما يدعو المدفعية العراقية أن تضرب المواقع الإيرانية؟ أهناك ما يدعو إلى حرب بين العراق وإيران في الوقت الذي تهدد فيه الولايات المتحدة، تهدد الولايات المتحدة الأمريكية، أسأل الله أن يلبسها لباس الجوع والخوف، تهدد فيه إيران بأنها ستفرض حصارا عسكريا عليها. يا حاكم العراق، أليست إيران تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ يا صدام صدمك الله بالوباء، ما الداعي إلى أن تسلط مدفعيتك على مواقع إيران؟ إن هذه النمرة مكشوفة جدا، لأن وراءك قوى عظمى، وراءك قوى أمريكية عظمى. ولكن يا حاكم العراق، يا رجل الفسق والشقاق والنفاق، الله فوق الخلق فيها وحده، لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أهل العراق من قديم الزمان لا يثبتون على حال، وأنا لست أدري لماذا لم نرى المدفعية العراقية تضرب مواقع تل أبيب، لا في سنة 48 ولا 56 ولا 67 ولا 73. لماذا إذا كانت الحرب بين المسلمين بعضهم بعضا نشطوا واجتهدوا وضربوا وصبروا وصابروا وثبتوا، فإذا كانت الحرب بيننا وبين إسرائيل نولي مدبرين بعد نصف ساعة وتصدر الأوامر المباركة بالانسحاب أمام قوات ديار. أهناك ما يدعو إلى أن تفتح المدفعية العراقية، إلى أن تفتح طورها بها لتنزل في حرب مع إيران، لكن العجب يزول إذا عرف السبب. فاسألوا صدام حسين كم قبض من الدولارات من البيت الأبيض. إنهم لا يقاتلون لله ولا يجاهدون لله ولا يعرفون الله، إنما يقاتلون للدرهم والدينار والدولار والمارك، لا يعرفون الله. أين كان جيش العراق أيام كانت مدفعية اليهود تدك جنودنا دكا؟ أين كانوا؟ كان هناك كلمة يقولونها ماكو أوامر، ليس هناك أوامر بالقتال. إذا فلماذا نزلت الأوامر لقتال المسلمين في إيران؟ منها براءة الذئب من دم ابن يعقوب. لا يسير بالسرية أي لا يجاهد معنا ولا يمشي مع الجيش خوفا على نفسه، لا يعدل في القضية أي أنه ظالم. الله يغفر لكم وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. أنا أنتقل بحضراتكم إلى مدينة الكوفة حيث نستمع إلى الإجابة من خال رسول الله وأحد العشرة المبشرين بالجنة، الرجل المجاب الدعوة. قال العراقي:
أسامة ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية. وهنا نظر المحقق إلى سعد: ماذا تقول يا سعد؟ قال سعد: أما ماذا أقول فلن أقول لك أنت، إنما سأرفع شكواي إلى الله. إليه من طول الكبر، وكان يقف في الطريق فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وحد الله لا إله إلا الله، وسمعنا الصلاة على سيدنا محمد. الأمين جبريل نزل على سيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه بقوله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. خد بالك، قام سيدنا محمد بعد ما حفظ الآية قال له: يا جبريل أخبرني عنها. يعني قول لي ايه معناها، قل لي ايه معناها. فقال الأمين جبريل: يا رسول الله لا أدري حتى أسأل رب العزة. طيب، فلما سأل رب العزة جل جلاله هبط على حبيب الله محمد وقال له: السلام يقرئك السلام ويقول لك أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عن من ظلمك. هذه معنى الآية. أول شيء تصل من قطعك، ثاني شيء تعطي من حرمك، ثالث شيء تعفو عن من ظلمك. ولذلك بعد ما توحد الله تقول لا إله إلا الله. واحد جاء إلى سيدنا رسول الله والنبي قاعد مع أصحابه، قال له: يا محمد أعطني من مال الله، فليس المال مالك ولا مال أمك ولا مال أبيك. طب يا ابني وحصل ايه؟ ما تطلب بس بالسوق. ايه لازمة المسألة دي كلها؟ قول له: اعطني من مال الله، انما لازمة له مالك ولا مال امك ولا مال ابوك. سيدنا عمر كان لا يطيق ان تمر نسامة حارة تؤذي رسول الله، ما كانش يطيق في النبي شيء ابدا. قال له: يا رسول الله مرني بضرب عنقه فانه منافق. قام سيدنا النبي قال له: يا عمر معاذ الله ان يقول الناس ان محمدا يقتل اصحابه. خذ يا ابني التالي. قال له: هل احسنت يا اعرابي؟ مش يقول له بقى متشكرين او جزاك الله خيرا، يقول له: لا احسنت ولا اجملت ولا جزاك الله عني خيرا. ده شيء غريب الحقيقه يعني. هو ده اللي بيقول شكل للبريد. زي اللي بيقول واحد اديني قرش لله، فالراجل قال له: والله يا ابني انا لسه مديه لابني. قال له: يا ابن المصيبه انتوا هتربوا عيالكم على افانه. فضرب اداله النبي، قال له: رايك؟ قال له: جزاك الله عني خير. والله لو واحد غير النبي كان قام بقى مسك وعلمه الادب، انما سيدنا النبي كان معروفا بالحلم، وكان يقول: كاد الحليم ان يكون نبيا، وكان معروفا بالصفح الجميل. ولذلك وصفه مولانا بقوله: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر. فاذا عزمت فتوكل على الله، ان الله يحب المتوكلين. سمعنا الصلاة على نبي الله. ولذلك شوف النبي بيقول ايه: خذ الراجل وضب له الطعام
وزود له العطاء. وكان الكلام ده في بيت النبي، والنبي قال له هل احسنت؟ قال له نعم احسنت واجملت وجزاك الله عني خيرا. فالنبي قال له بس الكلام ده بيني وبينك بقى، يعني بيشتمني قدام الصحابه وتخليهم يزعلوا منك، وبيني وبينك تصالح لي؟ تعال قول هذا الكلام امام اصحابي. شوف حسن القياسه والحق. النبي مش عايز يكره الناس ببعضها. ما كان ممكن النبي يقول لي يا شيخ مالكش عندي حاجه غير من وش يا عمر قوم اصرف له 1000 قربان. او بس الحاج كان يقول له اصرف له 1000، اصرف له 1000 يعني 1000 قربان، يجي لابس الخشبه ويدي له 1000 قربان. كان يقدر النبي يقول له عمر قوم ادي له خرفان ويفي. انما ابدا مش كده ابدا، ما هكذا تساس الامور. يزودوا في العطاء ويقول له تعالى قدام اصحابي وقول الكلام الطيب عشان ما فيش حد يكرهك من اصحابي. انا عايزك توحد الله، تقول لا اله الا الله. شوف الحبيب النبي بيقول ايه؟ بيقول ان الله يبغض كل جعفري جوار سخاب في الاسواق جيفة بالليل حمار بالنهار عليم بامر الدنيا جاهل بامر الاخره. عايزين نشوف ايه معنى الكلام اللي سيدنا محمد بيقول. اول شيء ربنا يبغض كل جعفري، ومعنى جعفري يعني قاتل قلب، قلبه ما عندهوش رحمه لا بالانسان ولا بالحيوان. ولذلك مرت جنازة بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال الحبيب مستريح او مستراح منه. قالت الصحابة يا رسول الله ما مستريح وما مستراح منه؟ فقال الحبيب المصطفى ان المؤمن اذا مات استراح بالموت من عناء الدنيا، وان الفاجر اذا مات استراح منه البلاد والعباد والشجر والدواب. يا لطيف يا رب، يا لطيف يا رب، ما توحدوا الله يا رجال ولا اله الا الله. المؤمن لما يموت يبقى الصراحة بالموت من عناء الدنيا، خلاص راح في رحاب الحق. ولذلك يعذب المؤمن ببكاء اهله عليه. لما يبقى الميت مروح وعياله يبكوا وعياله يقولوا يا جملي يا سبحي، الميت يعذب بسماع هذا الكلام وعايز يقوم من الخشبة يقول لهم اتقوا الله لو علمتم ما انا فيه لسررتم انني الى الجنة ونعيمها. فلما لو مشينا احنا باكل النبي بعد ما استمعنا السبع على سيدنا محمد كان بياكل ايه؟ كان بياكل رطب، بلح رطب، كان بياكل اسف، كان بياكل بطيخ، كان بياكل الدباء. الدباء اللي هو القرح يعني، كان يحب القرح لانه مغذي وخفيف. كان بياكل ثريد وكان يقول له افرده فان في الثريد بركه، الثريد اللي هو الفت. ولذلك كان النبي عليه قال البركه في ثلاث، بعد ما توحد الله تقول لا اله الا الله. البركه الثلاث، اول شيء الثريد، اما يجي لك 30 ضيف بالليل اعمل لهم فت، ربنا هيكفيهم كلهم ان فيها بركه. والجماعة استمعوا وكلوا يبارك لكم. وكمان والسحور، لقمة السحور ان الله وملائكته يصلون على المتسحرين. سمعنا الصلاة على سيدنا النبي محمد عليه الصلاة والسلام. ان الله يبغض كل جعفري جواب سخاب في الاسواق. اللي لما ينزل السوق يشتري حاجة لابد يتخانق ويعمل له عملية كبيرة ويرفع صوته في الاسواق ويحلف بالله في الاسواق. شوف سيدنا النبي محمد بيقول ايه؟ رحم الله رجلا سمحا اذا باع، سمحا اذا اشترى، سمحا اذا قضى، سمحا اذا اقتضى. يا سلام يا سلام.
سمحا اذا باع، سمحا اذا اشترى، سمحا اذا قضى، سمحا اذا اقتضى. وايه كمان؟ يقرض الله كل انسان جيفة بالليل حمار بالنهار. طول الليل نايم، يبدا الفجر الصلاة خير من النوم، ما فيش فايدة. يقول له النوم خير من الصلاة. حمار بالنهار ملوش شغله طول النهار غير الاكل، ملوش تفكير غير في الاكل. يخلص من الفطار يفكر في الغداء، يخلص من الغداء يفكر في الحاجة. عليم بامر الدنيا خبير بشؤون الدنيا، جاهل بامر الاخره لا يعرف من امورها شيئا. اسال الله لي ولكم العافيه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.